إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد ولد آدم وأشرف الخلق لا محالة أكرم الأولين والآخرين على الله عز وجل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة هدى الخلق إلى صراط الحق فكان كما قال ربنا بحق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
يقع في ميزانه عند الله عز وجل قبل أن يقع في يد الفقير. ومن هنا شرع الشريعة الإسلامية السمحاء الوقف. الوقف هو الحبس، أن يسبل الإنسان قطعة أرض أو مزرعة أو بيتا أو جزءا من المال لا يصرف ولا يورث ولا يباع ولا يشترى، ثم يؤخذ من ريع من نتاج هذا الشيء لينفق على المحتاجين في سبيل الله. وكثيرا ما فعل الصحابة ذلك، وأضرب لحضراتكم نماذج على عجال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أرض في منطقة تسمى بيروحاء من أرض خيبر، امتلكها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يعني يسأله ماذا يفعل، ماذا تأمرني يا رسول الله؟ فأشار عليه الصلاة والسلام عليه أن ينفق، فحبس عمر الأرض وقفها وجعل ريعها ينفق في سبيل الله عز وجل. يقول الصحابة وكانت هذه الأرض من أحب الأرض إلى عمر رضي الله عنه، فانتقى عمر خير ماله وتصدق به في سبيل الله عز وجل، أعني وقفه على الفقراء والمحتاجين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، والمياه حينئذ ويومئذ لم تكن كما هي الآن، إنما كانوا يحفرون الآبار والعيون ليستخرجوا منها الماء، فكانت هناك بئر تسمى ببئر روما. هذه البئر كانت لرجل من بني غفار، يعني من قبيلة غفار التي منها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ومن هو أبو ذر بالمناسبة؟ إنه الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أضلت السماء ولا أقلت الغبراء، يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر، لأنه كان رجلا صادقا يتحرى الصدق والدقة في كل ما يقوله. المهم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه علم أن هذه البئر، أعني بئر روما، يمتلكها رجل من غفار، فاستمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، قال له أتتصدق بها في سبيل الله لإخوانك، للمسلمين أو المحتاجين يشربون الماء مجانا، وأعدك بها عند الله بئرا في الجنة مكانها؟ فقال يا رسول الله والله ما لي مال إلا هذه ولا أستطيع ذلك. فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان رحيما، وإنما اتجه إلى أصحابه رضوان الله عليهم. كان الرجل يبيع الماء بمد، يعني بجزء من الطعام. كان يبيع الماء القربة أو النزعة بمد من الطعام، والمد يعدل نصف كيلو تقريبا، لأن الصاع يعادل 4 أمداد. فاشترى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه البئر ب35,000 درهم، وجعلها متاحة لكل الناس يشربون منها بلا ثمن، ثم حفرها ووسعها ليسهل على الناس الاستسقاء منها. وإذا أردت أن تعرف كم كانت التكلفة فاحسب 35,000 درهم. الدرهم يعدل تقريبا 3 جرامات وربع من الفضة الخالصة. احسب كل ذلك ينتج لك القدر العظيم المهول من المال الذي اشترى به عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه البئر. ثم لما ضاق مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المصلين أرادوا توسعة، فكانت هناك أرض جوار المسجد يريدون من يشتريها، فحثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فقام البطل عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب25,000 درهم وجعلها للمسجد وقفا
العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. أيها الإخوة الكرام، أمور لابد أن ننبه عليها. إن من الوقف أن تأتي بمصاحف لتجعلها وقفا في المسجد يقرأ فيها الناس. وهنا ينبغي أن يعلم المصلون أن المصاحف التي في المسجد يحرم إخراجها خارج المسجد وامتلاكها. بعض الناس يأتي المساجد فيأخذ منها المصاحف ليجعلها في بيته يقرأ فيها القرآن، وهذا غير جائز. لماذا؟ لأن الوقف لا يتصرف فيه إلا بما وضع له، فالمصحف وضع ليقرأ فيه في المسجد فلا يخرج من المسجد. هذا أمر. الأمر الآخر، الأستاذ والمعلم الذي يعلم الناس الخير، إذا أنت نويت بعلمك هذا أنك تريد نشر الخير بين الناس، فاعلم أنك تقوم بعمل هو صدقة جارية. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان، وليس إذا مات ابن آدم، إنما الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من الصدقة الجارية أن تعلم الناس العلم الصالح. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العالم ليخفف عنه من العذاب في قبره. إنسان عالم له معاصي يعذب عليها، ففجأة يخفف عنه من العذاب في قبره، فيسأل يقول: بما هذا؟ يعني لماذا؟ فيأتيه الجواب: علم علمته فلانا فعلمه الناس فانتفعوا به، أو ولد صالح يدعو له. إذا أنت نشأت ولدك على الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فصار يذكرك في دعائه في صلواته في خلواته وجلواته، كان لك ذلك عند الله عز وجل، لأنك تكون في القبر حبيس عملك، لا تستطيع أن تضيف إلى عملك عملا إلا هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة الجارية، الوقف، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يذكرك في دعواته. وأنبه إلى أمرين: احذروا من أولئك الذين يعلمون علما غير نافع، الذين يضلون المسلمين في دينهم، الذين يريدون أن يزعزعوا عقائد المسلمين وثوابتهم، الذين يريدون أن يخربوا هذا الدين وأن ينقضوا عراه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، كما ورد في الأثر، أي المنافق الذي يبطن الشر في قلبه، ولكنه يستطيع أن يستخدم عبارات بطاقة يرضي بها الناس ويعبث في أفكارهم وعقولهم بها. أيها الإخوة الكرام، دينكم هو ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من يأتي اليوم بأمر جديد غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلموا أنه باطل. وآخر المجددين عندنا في عصرنا هذا الإمام الشعراوي رحمه الله، فمن أراد أن يعلم الحق في مسائل العقائد فليرجع لكلامه، فإذا وجدتم من